مساء الورد الكبيدات ديالي، مساء الورد احبابي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. الكبيدات غادي ندير لاطه ديال الحوت في الفران. عندي هنايا لاصوص فيه الثومه مطيشه محكوكه، الزيت، العطريه كامله، الملحه، مجده والربيع. هنايا عندي البصله في المول مقطعه طرونش دايرين. هنايا عندي الزيتون والحامض. هنايا عندي الفلفله خضراء وفلفله حمراء مقطعين دي طرونش، وعندي مطيشه حتى هي. هنايا الكبيدات عندي الحوت مغسول، وهنايا عندي بطاطا وخيزو سلقتهم نص سلقه. دابا ان شاء الله غادي نبدا غير كنستف. غنسرح الحوتات على هذا الشكل هذا، يكونوا في اتجاه مختلف. نحاولوا نقادوهم صافي. صافي وكنبدا نستف الخضره ديالي. ديما البنات بطاطا وخيزو سلقوهم نص سلقه كيجيو ساهلين وما كياخذش لكم الوقت بزاف، ماشي فحال الا كديريهم خضرين كيشدوا المده، سيرتو الواحد الا كان مزروب. اللهم نص سلقه بحال كتساعدوا في الوقت. غنستفهم هكا من الجناب. صافي غادي ندير مطيشه على هذا الشكل هذا، وندير الفليفلات. اللي عنده الفلفله الصفراء حتى هي يديرها، انا عندي غير الخضراء والحمراء كيعطيو اللوينات غزالين. صافي غادي ندير الزيتون والحامض. وفي لاصوص حضرت حتى الراس المعلقه ديال الهريسه اللي كتعجبو. الا درتو الهريسه بلا ما ديروا البزار باش ما يجيكمش حار. صافي دابا غادي نبدا نهبط في لاصوص. ما تكثروش لاصوص باش ما يفيضش ليكم، لان البصله كتطلق الماء، مطيشه كتطلق حتى هي الماء. صافي كنفرق لاصوص على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نغطيها بالبابي الومنيوم وغندخلها للفران. نشوفوها كيفاش جات مع بعضياتنا ان شاء الله.